السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم يا رب كده، وكل اللي بتتمنوه تلاقوه. عاملين ايه؟ وحشني. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله باذن الله صينية الجلاش بالسجق او مكعبات البطاطس. هتعجبكم قوي على فكرة. تسمي الله كده. حاجة كده بسيطة ولذيذة في أكلات العيد كده، بنحاول نغير وننوع. ده بصل. طبعا كلنا بنعمل السجق وعارفين بيتعمل ازاي. بس كده بقى نحط السجق. نشوحه شوية كده. نحط الفلفل. شوية فلفل اسود، نص معلقة كده. كمون. ملح. طبعا ما تكترش التوابل عشان السجق فيه توابل. دي مكعبات قوطة انا مقطعاها. بس هسيبه يستوي بقى ومع نفسه كده غلوتين ويكون خلاص استوى، ونبتدي بقى نحشي الجلاش. الصينية دي البطاطس المكعبات اللي انا محمراها بتبقى حلوه قوي مع السجق. جربوها هتعجبكم. طبعا مش كل طبقه هدهنها، يعني دول كذا طبقه على بعض. احط كده واوريها لكم. كده بقى حطينا يعني الطبقه التقيله بتبقى تحت. حطينا كذا طبقه اهو. الطبقه دي اللي قبل الحشو نحطها مش دهناها. وادي الحشو. بصوا ما شاء الله، يتاكل كده بعيش بلدي. طبعا بنحط عليه بعد كده كوبايه لبن، وبحط لها بيضه، وبنضربهم في بعض وبنسقي الجلاش بيه. دي البطاطس تبقى جميله على السجق قوي. شكلها حلو ازاي. وطبعا باخد كذا طبقه مع بعض. بنغلفها كده عشان ما تبقاش الحشوه تقع منها.
هقطعها. ماشي، طبعا لو حاجه اتنكشت بتعدليها بايدك. صينيه زي دي بقى بتطلع جميله جميله بجد. الحشو اللي فيها مع البطاطس بيطلع جميل جدا، يعني بتمسح مسح، ما بتتعطش، ما بيفضلش منها حاجه. طبعا انا جايبه كوبايه لبن وحطيت عليها بيضه عشان بس نختصر كده ما نطولش. سيبها شويه وبعدين ادخلها الفرن على 180. لو فرن بطيء يعني هادي كده يبقى على 200 كده، وادخلها الفرن. زي ما انتم شايفين الصينيه طلعت اهي وجميله. بصوا عامله ازاي، جميله قوي قوي قوي. الريحه ايه مش عارفه اقول لكم عامله ازاي. الريحه روعه روعه يعني. واحد اسلكها بس. مش عارفه اقول لكم يعني الصينيه كلها هتتمسح يعني. بصوا عامله ازاي، بصوا الحشو جمال، توريقه، بصوا الصوت، حاجه يعني اخر جمال بجد. يا رب تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، وتعملوا كده حاجات العيد وتتهنوا. سجق والكبده والحاجات الحلوه دي بتبقى برضو جميله قوي 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 يعني. مش اللحمه بس اللي بتبقى حلوه او نسلق لحمه بس، لا نشكل كده فنعرف ناكل وولادنا يعرفوا ياكلوا. يا رب تكون عجبتكم وتعملوها لايك وشير وفعلوا الجرس عشان الوصفات توصلكم. ميرسي قوي، السلام عليكم.